هنا بدوار المرندية النائي، ومع كل صباح تساعد هذه السيدة زوجها الكفيف في ارتداء ملابسه، وكذا تحضيره للخروج إلى المدينة بطلب منه لعله يظفر ببعض القوت بدل جلوسه في البيت. لو يغسل له لبس له حوايج ما خليشهم بالسخن. ايه بس انا يقول لي حوايجهم بالسخين اغسلهم له، قالوا يغيظني مسكين، يروح يمشي مسكين ويجي يمشي لا يغيظني. كنت لبس عليا سافي قدرت علياش، كنت نفرج لباسها الحمد لله، والصباح نتكل على ربي نلبس قشي ونمشي نروح للعطاف راني اللي كتبها ربي اللي وعطى لك 5 واحد 10 واحد مكتوب واحد. حملنا كاميرتنا ورافقناه في رحلته الشاقة نحو مدينة العطاف، والتي لا رفيق له فيها سوى عصا يستشعر بها طريقه على طول 5 كيلومترات، ويتحدى فيها الكثير من العوائق. كنت باللي اساس راني في الطريق وراني في الطرف، انا نمشي هكا شافي نمشي قيس منا باللي نعرف غير راني في الطرف. شحال تمشي؟ نعرف هكايا نمشي 5 كيلو، نتلاقى بكاميون، نتلاقى باشي، نتلاقى نمشي ونطيح نتنقرف ونطيح نموت. مجري كحلا الشيخ، عيد صبر وقلبي طرطق يا اخي. عند وصوله يجد علي العديد من أصحاب المحلات الذين يتصدقون عليه ويوفرون له احتياجاته، ما جعله يتمنى لو تبنى له ولو غرفة بالقرب من المدينة، بعدما لم يوفق في الحصول على سكن اجتماعي. أنا كل حاجة راني راضي بها بصح من البعد، هاني دير في الباطيمات ثم تلعبوا بيا، قلت له المودي وخفيف ما عندوش حقه، طالب كاش ما أصحاب الخير كثر خيرهم، كاش ما يرسلوا مرسو عرغات مرسو تراب ولا كاش يفتح ربي، هذا ماني طالب ولا اللي حاش يقرب الركبة. يشوفوا طالب مني واحد الساجة يمشي أنا ندرك ونمرض، وليدي ما نجمش يمشي، ونزيد كي ندخل هنا والو واش تنقول وليدي ضرني ياسر، هذه هي ضرني بالتعب ما نجمش في الأخطاء يجيب كسرة حامية تطرطق في الطريق مسكين يدفقوا له الصواشي. وعيشته في العطاف ومشيت وحياتي ثاني ديك الايام من لاسيتي اللي كتشوف فيها تحت حتى لانه كنقول لك كلمه ديال صحيح وليدي. هي ظروف جد صعبة يعايشها علي منذ 20 سنة، تقاسمه فيها زوجة لم تكل منه، ودعوات أم لا زالت تعامله كطفل، وينتظر بعدها يوما من يريحه من هذا العناء، والذي قد يزيد إذا علمنا أنه ينتظر أول مولود له.